هو أقدم مسجد في موسكو يكتسي ثوبا جديدا، وتضاعفت مساحته ليؤم 10,000 مصل. من 6 طوابق يبلغ ارتفاع قبته 46 مترا، وعلو مآذنه 72 مترا. المسجد مزود ب7 مصاعد كهربائية وبمكيفات للهواء وأجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة. بني المسجد عام 1904، وبعد قرن أي عام 2004 اتخذ قرار بضرورة إعادة بنائه، ما حظي بتأييد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي ترأس حفل الافتتاح. تم تمويل وتشييد المبنى الجديد للمسجد بأموال من يؤمه من المؤمنين. فنانون ومصممون من تركيا والمغرب وأوزبكستان شاركوا في المسابقة المخصصة لهذا الغرض، فقدموا مخططاتهم الأولية لإنشاء واجهة المسجد وأجزائه الداخلية. وفاز خلياكوف من جمهورية تركستان في المسابقة، وترأس العمل المعماري للمسجد. شارك في حفل افتتاح البناء الجديد لمسجد موسكو الكبير كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والفلسطيني محمود عباس، وكذلك رؤساء من بلدان أخرى.